ابني ما بيعرفش ياكل لوحده. انا مش عارفه اعمل لهم ايه، كل حاجه عاوز انا اللي انفذها له، كل حاجه عاوزاني انا اللي اجيبها لها. طبعا في كتير من الامهات بتعاني من الموضوع ده. انا عايزه اعود ابني او بنتي يعتمدوا على نفسهم. طب تمام، خلونا نشوف الاطفال رايهم ايه في الموضوع ده، وهل مثلا يحبوا ان هم يعتمدوا على نفسهم فعلا ولا لا. يلا نسمع. ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه دلوقتي؟ احنا في حوار في البودكاست بتاعنا على قد علينا، والحوار هو ازاي نعتمد على نفسنا. وانا اللي هبدأ بالاسئله. وانت يا جاسر، ازاي بتتعتمد على نفسك؟ انا بعتمد على نفسي زي مثلا اساعد ماما، اكوي، انزل اجيب طلبات. في حاجات كتير، مثلا زي اصلي لوحدي، اقرا كتاب لوحدي كامل زي كده. طب وانت يا يوسف؟ انا بعتمد على نفسي زي اللي انا اعمل اكل لنفسي، ارتب الغرفة، ارتب مكتب بتاعي. طب وانت يا احمد، ازاي بتعتمد على نفسك؟ انا بعتمد على نفسي زي اللي انا بكنس لوحدي وبعمل ثبات لوحدي. ولما ماما تقولي انزل حاجة انا بنزل حاجة لحد بس جوه البيت لوحدي. لا مثلا بتعمل طلبات لماما كده. وكمان بقدر البس لوحدي بمساعدة ماما. انا بلبس لوحدي. انا برضو بعرف اعمل زي اكوي ملابس زي انا قلتها. ساعات بعرف اشغل التلفزيون لو باظ، ساعات، بس ساعات لا. ساعات مثلا لما امي بتقول لي حاجه، مثلا برمي لها الزباله. بساعد ماما كتير وطلبات. وزي مثلا بعرف اقرا كتاب كامل زي ما انا قلت. وبعرف كمان ان انا اصلي واكل ملابس. حاجات كتيره. في حاجه كمان زي مثلا بعرف العب لوحدي، بعرف العب كوره. برضو بعتمد على نفسي. بعرف العب سباحه، بعرف العب كاراتيه كده. طب وانت يا يوسف؟ انا برضو بعرف العب كورة، بس يعني مش متعود ان انا العب كورة كتير. يعني مستواك كده شويه. برتب المكتب بتاعي. وكمان ممكن لو مامتي طلبت مني اي حاجة، يعني اوديها مثلا لمكان بعيد عننا، بوديها لوحدي. وبرضو اللي انا اكوي ملابسي من غير مساعدة حد. وبعرف اركب الريسيفر، افكه كده. وفي التلفزيون هي مرة واحدة اللي عملتها. طب وانت يا احمد، بتعتمد على نفسك ازاي؟ وانا برضو برتب سريري. لو ماما بتقولي ارمي زبالة فانا برمي الزبالة. ازاي نعتمد على نفسنا؟ في قصة اتحكت لي في مرة ان في عصفور صغنون كانت مامته بتجيب له اكل وشرب، فقال لها يا ماما انا عايز اخرج بره واطير زي كل العصافير بتطير. قالت له لا انت لسه صغير فمش هينفع كده، انت لسه صغير، لما تكبر شويه هتطير وهتكون زي كده. قال لها طب ماشي، طب ما انا كبرت يا ماما عايز اطير بقى زي ما كل العصافير بتطير. فقالت له ده خطر عليك ومش هينفع تطير. برضو عمل اللي في دماغه وراح جاي طار بعد، لقى نفسه جعان. فقال ان هو معتمد على اطعام نفسه. فطار تاني، لقى نفسه لقى صياد هيصطاده. فلقى نفسه ان هو لازم يحمي نفسه. فبعد كده رجع للبيت وقال لماما انا اسف، مش هعمل كده تاني واسمع كلامك، ومش هطير تاني وهسمع كلامي غير لما انت تقولي لي طير، وده وقت ان انت تطير وبس. ده يعني لازم تعتمدوا على نفسكم.
فانتوا لما تخرجوا هتبقوا مسؤولون عن الحاجات دي، حماية نفسك واطعام نفسك وانك تشرب نفسك وتلبس نفسك وتعمل حاجات كتير لنفسك وتروق اوضتك. وانت يا كيس بتشارك في القرارات في البيت؟ اكيد. مثلا زي لما البيت بيعزل انا بقدر اقول لهم في مكان احسن. اليوم اللي احنا نروح البيت اللي نعزل فيه ده مثلا حد واتنين، والبيت التاني 3 و4 كده. وزي مثلا لما امي بتقولي بقى هتعمل اكل ايه برضه بقول لها كذا كذا وفعلا بتعمله. لما ابويا بيقول لي انت هتقرا قران، اقول له هتقرا سوره ايه، اقول له مثلا زي النبأ، الغاشية، زي مثلا سورة التين والتين والزيتون. ولما امي بتقول لي هتعمل طرش ولا لا فكده اكيد يعني. حتى لما امي تقول لي هترمي الزبالة الصبح ولا بالليل، فبقول لها الصبح كده عشان في بالليل في ناس يعني في ناس وحشة بالليل. طب وانت يا احمد، وانت قصدي يا يوسف، بتاخد قرارات في البيت برضو؟ اكيد لازم يبقى كل شخص موجود في البيت لازم يبقى عنده قرارات، لان القرارات دي اساسية لعائلة البيت كلها. زي اللي انت مثلا هتسافر مثلا، هتسافر، هل انت عايز تسافر ولا مش عايز؟ لو انت مش عايز في طريقة ممكن تقعد هنا وهم مثلا يسافروا. وبرضو ان احنا اتفضل. وانت قلت لو هم يسافروا وانت هتقعد، وانت هتقعد مع مين؟ هقعد مع قرايبي، عمي مثلا. يا مثلا القرايب اللي عندك. بالظبط. وانت يا احمد بياخدوا رأيك في قرارات البيت؟ لا. مثلا امك ما قالتلكش تاكل ايه ولا تجيب ايه ولا اي حاجه؟ هي بتعمل اكل لوحدها. ايوه امك. يعني هما ما كانوش بيقولوا لك مثلا انت عايز تاكل ايه النهارده، نعمل لك الاكل، عايز تطلب حاجه يطلبها لك كده يعني؟ يعني بيسألوه بيطلبوا من غير ما يسألوك انت عايز تجيب ايه كده؟ لا هما مش بيطلبوا لوحدهم، ما انا بيعملوا اكل لوحدهم. ما انا عارف المفروض ان انتوا يعني لو انت مثلا هم طلبوا لك حاجه مثلا، مش هما بيبقوا واخدين رأيك مثلا عايز السندوتش اللي جاي ده بطاطس ولا بانيه ولا ده وافل؟ هو لما يعني بيطلبوا انا بقول عاوز بيتزا او وافل او كريب، لا انا بقول بس لما يجي الاكل فطار اللي هما اللي بيعملوا لنفسهم، لكن لما نطلب انا بختار. ايوه دول بقى صح. دي بقى بيقول لك انت بتختار ايه، ده بقى رايك. ما زي يبقى ليه قرارات، يبقى ده قرار، يبقى ما فيش في البيت ما فيش واحد ما لهوش قرار. ده مثلا لما قالوا لك انت هتطلب وافل ولا بيتزا ولا كريب، ده مثلا انت بتختار ولما بتختار ده في الاخر يبقى اسمه قرار. صح يا يوسف؟ صح. شكرا اللي انتوا فهمتوني. في اللبس برضو انا بختار لون اللبس بتاعي، مثلا احمر، مثلا ازرق، مثلا اخضر، مثلا اسود كده يعني، مثلا اصفر. يعني قصدك ان واحد مثلا من بيتك بيقول لك انت عايز لون مثلا تيشرت اخضر او ازرق او اصفر، قصدك كده؟ ماشي. حاجه ثانيه يا يوسف؟ زي مثلا اعتمد على نفسي في ان انا الزق الملصقات الحاجات دي، وبرضو بعتمد على نفسي اللي انا
اقرأ لوحدي من غير ما حد يساعدني. فلازم الكبار ان هم يدوا ثقة للصغيرين ان هم يعملوا حاجات بنفسهم، زي مثلا يروحوا لوحدهم المدرسة، بس يبقوا في نفس الوقت يكونوا واخدين بالهم. يعني ترجع تقول لماما اللي حصل مثلا، عشان لو حصل معاك مشكلة تيجي تحلها لك. فتعتمد على نفسك كويس جدا، لان انت مسؤول عن حماية نفسك لما تخرج، مسؤول عن حماية نفسك لما تخرج، مسؤول عن اطعام نفسك، مسؤول عن حاجات كتير. ان انت للتعلم برضو تعلم نفسك وتلبس نفسك. ولان انت يعني بعد الشر يعني لما والدك او ماما او بابا يموتوا هتبقى مسؤول عن كل الحاجات دي، عن ترتيب اوضتك، تروق مكانك، تخلي مكانك نضيف، تروح مدرستك لوحدك او جامعتك، وتعمل حاجات كتير. يعني انت مسؤول عن حماية نفسك. فدوت اللي كنت عايزة اوصله وبس. شكرا. واحنا صحابي كنا في حلقة ازاي نعتمد على نفسنا في بودكاست على قد علينا. وانتوا اصحابي تعملوا ايه لوحدكم؟ اشوفكم في حلقة جديدة على البودكاست على قد علينا. يلا باي. زي ما سمعنا الأطفال عندهم إدراك كبير بأن هم لازم يعتمدوا على نفسهم، لكن أي حاجة عايزين الطفل يتعلمها أو يكتسبها فإحنا لازم بنهيئه ليها في الأول. ومين المصدر الأول دايما في تعليم الطفل أي حاجة؟ الأم والأب. يعني مثلا أنا عايزة ابني يعتمد على نفسه في لبس الكوتش، طب ما يلا نعلمه ازاي يلبسه. طب أنا عايزة أعلم ابني أو بنتي ياكل لوحده، علشان أنا هاكل ولا هأكله؟ طب هاكل ولا هأكله ولا هجيب مثلا معرفش ايه. خلينا كده نراقب نفسنا شوية في تصرفاتنا معاهم بتبقى عاملة ازاي. ولكن في موضوع الأكل دلوقتي جه مثلا وقت وجبة الفطار أو وجبة الغداء، بس احنا ورانا مشوار، فالطفل بعته ان هو معدله شوية بطيء عننا، فبالتالي بياكل براحته. احنا عشان مستعجلين نروح ماسكين المعلقه ومأكلينه فمره تانية برضو مش عارفه ورايا ايه وعاوزاه يخلص بسرعه عشان مش عارف ايه، فاروح انا اللي عامله الحاجه مكانه لنفسه مش عارف ايه. كل التصرفات دي احنا بنفهمه من خلالها انه انت مش تعتمد على نفسك، اعتمد عليا طول الوقت. انا فاهمه ومستوعبه طبعا ان انت وراكي مسؤوليات كتير وكل حاجه، ولكن انا بس بفسر لك ليه الطفل بيطلع مش معتمد على نفسه، واللي بيكون اساسها تصرفات معينه مننا احنا، والتصرفات بتاعتنا بشكل غير مباشر بتوصل له رسائل. تمام؟ فبالتالي انا لو عايزه ابني اعلمه حاجه او عايزاه يعتمد على نفسه فانا هعلمه، ولازم يكون معايا سلاح مهم جدا في كل خطوه وهو الصبر، لان الطفل هياخد وقت علشان يتعلم. احنا نفسنا عشان نتعلم حاجه بناخد فيها وقت، فما بالك الطفل بقى اللي لسه شويه مش بيتحكم في نفسه بشكل كامل. فخلينا نقول انه لو انا مثلا عايزه اعود اطفالي على حاجه فهم مش هيتعلموها من اول ولا تاني ولا 10 مرة، هم هياخدوا وقت وتكرار كتير جدا عشان يتعلموها. فاساسي يكون الصبر هو السلاح بتاعنا. لو عايزين الطفل ياكل وعندنا مشوار حطي له الاكل بدري شويه. او عاوزه الطفل يتعلم ازاي يلبس الكوتش بتاعه علميه وكرري العمليه. ومش لازم على فكره تعلميه وانتوا نازلين مشوار، انتوا ممكن تبقوا قاعدين عادي وكل يوم شويه تعلميه 2-3 كده نلبس ازاي الكوتش ونقلعه ازاي ببساطه جدا. على فكره الاطفال عندها قدره على التعلم بسرعه، بس بالتكرار وبالصبر وبالطريقه السليمه، لان تعليم الحاجات ليها طريقه. للاسف لو كانت بالطريقه الغلط فالطفل اصلا هينفر منها ومش هيتعلمها. فموضوع ان احنا نعلم الطفل ازاي يعمل حاجه علشان يكون معتمد على نفسه فيها، ده بيحتاج ال3 حاجات الاساسيه دي. ان احنا نتعلم ازاي نعلمها له بالطريقه الصح، ان احنا يكون معانا صبر، وانه اساسا يتدرب عليها ونكررها له كتير، مش لازم تكون في وقت الحاجه. فالدور الاول برضو بيبدا من الاب والام. علشان اعود الطفل يعتمد على نفسه انا لازم ادرب ولازم يكون معايا صبر. طب عاوزاه يتعود الصبح ان هو لما يقوم يرتب سريره، فانا كل يوم هفكره بالموضوع ده. انت لما تصحي الصبح او انت لما تصحي الصبح رتبي سريرك. طب ما انت لازم توريها الاول ازاي ترتبه. يعني هتبقي واقفه معاها. هديكم مثال للطريقه الصحيحه للتعليم طفل اي عاده او ازاي يعتمد على نفسه. يعني
انت هتكوني واقفه معاها، وليكن اول مره هتكوني واقفه معاها مثلا بتقولي لها بصي احنا بنمسك مثلا وليكن البطانيه بالشكل ده، بنعمل كذا وبنعمل كذا، وتعملي ايه تخليها هي تنفذ الموضوع قدامك مره تانية. فانت بتديها اول مره انت تعملي بايدك وهي بص على حركات ايدك، تاني مرة انتي تمسكي ايديها وتعملي بيها، تالت ورابع وعاشر مرة هتبقى هي بتعمل بايديها بتعليماتك انتي، وبكل هدوء من غير عصبية من غير نرفزة وبالتكرار كل يوم. مش لازم الحاجة تطلع بيرفكت خالص، طالما حصل تطور في الحاجة او ان هم عملوها بشكل احسن من اللي قبله فده تطور هايل جدا. كمان يفضل انك تكافئيها عليه ان هي عملت حاجة تطور. وخدوا بالكم هم بس مش بالطريقة دي مش بس هتعلموهم يعتمدوا على نفسهم، انتوا كمان هتعلموهم يثقوا في نفسهم وقدراتهم، وانهم يقدروا يعملوا حاجات كتير بالنسبة لهم كانت صعبة ومش بيعرفوا يعملوها. فازاي نعتمد على نفسنا بالنسبة للأطفال؟ هتبقى أول خطوة هي الأم، واكيد لو هتدخلوهم روضة هيكون الاختيار السليم في ان احنا نعرف المكان بيمشي ازاي والسيستم بتاعه ازاي، وازاي بيعلموا الاطفال يعتمدوا على نفسهم مش بس في القراءة والكتابة لكن كمان في حياتهم العملية. لان احنا التعليم الاساسي بتاعنا قبل ما نعلمهم الحروف والارقام احنا لازم نعلمهم يعيشوا ازاي، يفكروا ازاي يعبروا عن مشاعرهم، ازاي يعرفوا احتياجاتهم، الحاجات اللي هيقدروا بعد كده يعيشوا بيها. الاطفال نفسهم بيحبوا ان هم يعتمدوا على نفسهم ويعملوا الحاجه بايديهم او بنفسهم، وبالنسبه لهم ده بيكون انجاز كبير. لكن بتقع المسؤوليه علينا في ان احنا ازاي نعلمهم ده بالشكل الصحيح. اطفالنا هيعتمدوا على نفسهم لما احنا نعلمهم صح. لو عايزين تفهمونا اسمعونا.